ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدا الفيديو عايزين نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ وحشني جدا جدا. انا عارفه ان انا متاخره في تنزيل الفيديوز، بس كنت تعبانه الفتره اللي فاتت، فالحمد لله بقيت كويسه. فنرجع بقى نكمل بقيه الشابترز وبقيه حياتنا كده كلها. وتاني بالنسبه لي اليونتس او الجرامر اللي مشروح في يونت 1 او يونت 2 هو موجود على القناه، وانا مسمياه ببريب 3 فيرست ترم. تمام، في البلاي ليست، فافتحوها كده وهتلاقوها، متقلقوش. طيب، وان شاء الله الفور شابترز اللي انا قلتهم هتلاقوهم موجودين في PDF في الديسكريبشن او في صندوق الوصف، او كمان ممكن نحطه ان شاء الله في اول تعليق مثبت. تمام. طيب، تعالى نتكلم على فور. احنا اخر حاجه اتكلمنا عليها في شابتر 3 ان ديرني اللي كان مسجون، ومين اللي انقذه؟ اتنقذ بمساعدة سيدني كارتون اللي قال او منبه مستر سترايفر ان الاتنين في بينهم شبه كبير جدا. لما كلهم بقى طلعوا من المحكمة كده، كلهم طلعوا من المحكمة، فطبعا تشارلز ديرني قعد يشكر مين؟ قعد يشكر المحامي بتاعه اللي هو مستر لوير، وقال ان انت انقذتني وشكرا جدا ليك. اللي حصل ان كلهم روحوا، ولكن تشارلز ديرني قعد مع سيدني كارتون اللي هو يعتبر شبهه جدا، والاتنين راحوا لمكان كده يقعدوا يتكلموا فيه مع بعض. فطبعا هما الاتنين شبه بعض جدا، فتشارلز ديرني بيقول له ايه ده انت شبهي قوي. فطبعا سيدني كارتون عارفين ان هو رجل، يعني واحد كان غريب جدا، غريب الاطوار في كل حاجه. فقال له لا معلش ثانيه واحده، انا وانت مش شبه بعض. طب يا عم ازاي؟ ما انا بص انت شكلك شبهي قوي، فازاي بتقول كده؟ لا انا وانت مش زي بعض. انت حياتك مختلفه عن حياتي. انا حياتي بلا اي هدف، ملهاش اي لازمه. انا عايش مش عشان حد ومش عشان حاجه. انا ولا بفيد حد ولا حد بيستفاد مني. ده اللي قاله عن نفسه. ان هو بينتقد شخصيته، بيقوله ان انت يعني فيها معناه ان انت اكيد احسن مني، واكيد عندك انجازات، واكيد عندك مهام في حياتك. بالاضافه لكده سيدني كارتون كان ميال شويه للوسي، وكان شايف ان هي بنوته جميله يعني واموره وكده. فهو كان بيحبها، ولكن طبعا هو انسان ملوش امل في الحياه ولا ليه اي هدف في اي حاجه. فبالتالي هو لو اتقدم لها هي ليها الحق ان هي ترفضه، وهو شايف ان هي كمان هو لو اتقدم لها فهو هيكون بيظلمها، لان هو ملوش اي هدف في الحياه، وهو كمان ما يظنش ان في حد ممكن يحبه اساسا. فطبعا هو شايف ان لوسي اول ما سمعت ان تشارلز ديرني في المحكمه وقد ايه هو متهم وان المحكمه متهماه، فطبعا عرفنا ان هي اغمى عليها. فهو كل ده وضحه له وقال له انت مش واخد بالك ان لوسي كانت مهتمه قوي لدرجه ان هي زعلت لدرجه ان هي اغمى عليها؟ فيا عم لقيت حد هو بيحبك، او لقيت حد مهتم بيك او زعلان عشانك. انا لو حصل لي كده محدش اصلا هيفكر فيا. فطبعا هو كان غيران جدا من تشارلز ديرني ان في حد بيحبه او هو ليه مكانه او الناس بتهتم بيه قوي كده، وصاد كده هو ولا اي حاجه خالص قدام تشارلز ديرني. فطبعا قال له انت ليك حياتك وانا ماليش اي لازمه في الحياه، فاحنا مش شبه بعض اطلاقا. وفي الاخر سابوا بعض، وطبعا اللي حاسب على المشروبات والحاجات اللي هم شربوها هو تشارلز ديرني، وفي الاخر اخد بعضه ايه ومشى. سيدني كارتون روح بقى لمستر سترايفر، اللي هو مستر سترايفر اللي كان اللوير بتاع تشارلز ديرني. فاول لما روح له قال له يا مستر سترايفر ده انت عملت عمل جامد النهارده في الكورت في المحكمه، ايه يا عم العظمه دي؟ فلما سمع كده راح قال له انت برضو عملت واشتغلت و... وقعد بقى يتكلموا عن سيدني كارتون. يعني بيتكلم سيدني كارتون بيقول له ان انت ذكي، بس تستخدم ذكائك ده في حاجه بتفيد. طبعا قعد بقى يجيب من سيرة المدرسة، يقول انا طول عمري، سيدني كارتون بيتكلم دلوقتي يقول انا طول عمري كده، انا طول عمري بنصح الناس، بساعد الناس، ولكن ما بنصحش نفسي ولا بساعد نفسي ولا بهتم اصلا بنفسي. طب فطبعا مستر سترايفر مش عاجبه الوضع، فراح غلطه وقال له دي غلطتك انت، that's your fault، دي الغلطة دي بتاعتك، احنا ملناش دعوة. انت اللي اتعودت تكون كده. طب انت ليه بتعرف نفسك كده وليه تظلم نفسك اصلا بالطريقة دي؟ قال له انا بشتغل معاك عشان انت بتدفعلي فلوس، فانت بتدفعلي، فعشان كده انا بشتغل لك، لكن غير كده انا مش هعمل اي حاجة ليا. يعني انا مش هاخد خطوة ان انا اعملها عشان نفسي، انت بتدفعلي فعشان كده بشتغل، غير كده انا مش هعمل اي حاجة. فطبعا يعني تغييره كان راجعي جدا وكان غريب اصلا. ف... فطبعا هو شايف ان هو كان ايه، انسان مش سكسسفول اصلا، مش ناجح في حياته، ما يستحقش اي حاجه.
فطبعا مستر سترايفر جاب سيرة مين اللي مجننة الكل، هي أستاذة لوسي مجننة الشعب كله بتاعهم. فقعد يقول له مستر سترايفر لسيدني كارتون ايه رأيك في لوسي، مش شايفة البنت أمورة شوية كده ما شاء الله عليها. فطبعا سيدني كارتر راح بيحاول يظهر ان هو مش مهتم قوي، بس هو كان بيحبها. قال له يا عم ولا جميله ولا حاجه، يعني عادي، يعني مش جمالها مش واو قوي، عاديه. راح مستر سترايفر بص له قال له مش عاديه، انت شايف ان هي عاديه يعني ما فيهاش حاجه، لو اني حسيتك ان انت اتراكتد ليها، منجذب لها يعني. قال له لا ما حصلش، انا عادي، انا شايف ان هي انسان عاديه. وحاول ان هو يبين ان هو مش مهتم، لان هو كده كده هيترفض وحبه ملوش اي لازمه، فمش لازم ان نتكلم، خليني ساكت احسن. تعالوا بقى، ده كده chapter 4. تعالوا بقى نقرأ الكلام اللي احنا قلناه ده. after the court، بعد المحكمة، ديرني، طبعا بقرأ من أول خالص، من أول الجزء ده. after the court ديرني وميس مانت ودكتور مانت ومستر سترايفر كانوا outside the court برا المحكمة. فديرني thanked طبعا سترايفر، شكر سترايفر for saving his life، ان هو كان أنقذ حياته. فقال له you saved my life، انت أنقذت حياتي، and I shall never forget it، وانا ما ينفعش انسالك الجميل ده. Then they all went home except for Darny and Sydney Carton. كلنا رحنا البيت مع سيدني كارتون ومين وديرني. فكارتون بعد كده invited Darny for a drink، عزمه كارتون، قال له ايه تعالى كده ادعيك على درينك، على مشروب. and told Darny، وقال لديرني then that he felt that he didn't belong to this world. كارتون invited Darny to a drink، عزمه على مشروب. and told Darny، وقال لديرني ان هو حاسس that he felt that he didn't belong to this world، قال له انا حاسس ان انا مش بنتمي للعالم ده بالمرة. قال ايه بقى؟ as for myself my great desire is to forget that I belong to it. بيقول لنفسي كلمة great desire معناها رغبتي العظيمة او رغبتي الاولى، ان انا انسى ان انا بنتمي للعالم ده. the world has no good in it for me، ما بيعملش حاجة حلوة ليا. and I am of no good to the world، وما انا بعملش حاجه مفيده للعالم. فميس مانت is very beautiful young lady، ميس مانت شايفه بنوته جميله ازاي وصغيره. what does it feel to be pitied and cried over by such a fair young woman، انت مش شايف هي كانت بتعيط ازاي وبتشفق عليك انت ازاي. she did pity you and cry over you، كانت حاسه بالاسف من ناحيتك وكانت بتعيط لك. I saw her myself، saw ناقصلها بس ايه صغيره، انا شفتها بعيني وهي بتعيط من اجلك. بعد كده وصلنا لغاية هنا. زين كارتون بعد كده asked ديرني، سأل ديرني قال له if he thought that he looked like him، هو انت شايف ان انا وانت شبه بعض. but ديرني said، وقال له that he didn't think that Cartoon looked like him، انا شايف بقى بالمنظر دوت اللي انت قلته لي، ليه احنا مش شبه بعض. you acted as if you like me but I don't think you do، انت بتتظاهر كأنك شبهي، بس في الحقيقة من الظاهر كده بيقول، ولكن في الحقيقة انت مش شبهي خالص. ده مين اصلا قال الجملتين دول؟ كارتون هو اللي قالهم، هو اللي ادمت، يعني هو اللي اعترف وقال انا شايف ان انا وانت مش شبه بعض، يعني هو في الاكت في الظاهر ان انا وانت زي بعض، ولكن في الحقيقه احنا الاثنين لا نمس لبعض بصله. that he didn't look like Darny، هو مش شبه ديرني، ولكن ديرني asked to pay for the drinks and left، قال له معلش انت عازمني بس انا اللي هدفع ايه المشاريب والحساب يعني، وخد بعضه ومشى. كارتون دوت نتكلم عليه وبنقول ان هو الكحوليك، قلنا مدمن خمور. and hopeless lawyer، وهو محامي لا امل منه. he was a man of great power of mind، وقلنا great power of mind معناها بيفكر يعني ذكي. and a good heart، وقلبه دوت كان كويس كان طيب. but he never used his power for himself، ما بيستخدمش اي ذكاء ليه. he was always helping other people to be better، هو بيساعد الناس ان هي تكون احسن شويه. but he thought that he was no good، شايف ان مفيش فايدة من الكلام ده كله. فكارتون كان jealous of Darny because Darny looked like Cartoon in appearance، هو كان بيغير، كارتون كان بيغير من دارني. طب ليه ميس كان بيغير منه؟ لان هو كان شكله في الابيرنس بس، يعني في المظهر بس. but was much above him in many other، احنا هنا above him in many other ways، ولكن هو طبعا بيعليه، دي يعني دكتور يعني دارني او تشارلز دارني كان اعلى منه في حاجات كتير. كارتون بعد كده did all the work for سترايفر، عمل كل الشغل سترايفر. who watched him، اللي كان بيتفرج عليه. بعد كده قال له you prepared today's case، كلمة case يعني قضية، انت حضرت القضية بتاعت النهاردة very well، كويس جدا. you were very good، انت كنت ممتاز فيها قوي. every question had its effect، كل سؤال كنت بتسأله للناس الويتنس اللي هم اللي بيشهدوا كان ليه التأثير بتاعه. you completely defeated those witness، انت بالفعل هزمت الويتنس دول، الناس اللي بتشهد يعني. فكارتون remembered his school days with Striver، قعد يفتكر كده أيام المدرسة، فقاله the same person with the same bad luck، نفس الشخص بنفس الحظ السيء. even when I was at school
I did the exercise for the other boys instead of doing my own. يعني وانا صغير وانا في المدرسة نفس اللي كنت بعمله، كنت بعمل exercise التمارين لصحابي بدل ما كنت بعملهم ليا ولنفسي. فاسترافر رد عليه بكل بساطة وقال له said that it was Sydney's fault. معلش كده دي غلطتك انت سيدني بقى، انت هتوجع دماغنا ليه؟ it was your own fault. دي غلطتك. there is never any energy or purpose in your effort. مفيش اي غرض ولا اي طاقة للمجهود اللي انت بتعمله لمين اصلا؟ why have I been so successful؟ ليه انا اكون ناجح and you unsuccessful؟ وليه انت مش ناجح؟ سيدني رد عليه وقال له partly يمكن because you pay me to help you، يمكن عشان تدفعلي عشان كده انا بساعدك. I suppose انا بفترض كده يعني. but you were always far in front and I was always far behind. انت دايما بتظهر في المقدمة وانا دايما بظهر وراك. فاست درايفر remembered قعد يفتكر بقى ميس مانت. اللي هي مين ميس مانت؟ لما يجي لك كده يقول لك ميس مانت تعرف ان هي لوسي، تمام. and her beauty وافتكر جمالها. ولكن كارتون said that قال ان she was not beautiful، هي ما كانتش جميلة قوي يعني كانت عادية. فاست درايفر اتفاجأ كده وسربرايزد وقال له you surprise me. ايه ده يا ابني انت فاجئتني في ايه؟ I thought at the time that you were very much attracted to her. انا كنت بحسبك في الوقت ده ان انت منجذب ليها، شكلك كان باين على فكرة. you were very quick to see what happened to her. انت ما شفتش الحاجة اللي حصلت لها، ما شفتش ايه اللي حصل لها. طبعا اللي حصل لها ان هو ايه؟ طبعا ان هي كانت مهتمة هي فيها معناه بتشارلز ديرني، كانتش فاضياله يعني، وهو طبعا مش هيضحي بحاجة شبه دي، وهو كده كده فاشل وهو عارف انه فاشل محدش هيبصله، فمش هياخد خطوه جريئه شبه دي. وهنعرف بعد كده ان هو اصلا هيعترف لها بحبه ليها بس ولا هيتقدم لها ولا اي حاجه، يعني هو ذكي جدا ما شاء الله، فالحمد لله. فعندنا بقى سؤال هنا. كارتون موز اون eccentric lawyer، يعني كان المحامي غريب الاطوار. طبعا كان ازاي؟ لان هو كان الكحوليك يعني مدمن خمور، بالاضافه لكده ان هو كان suicidal. كلمه suicidal دي معناها انتحار، يعني مقبل الى تدمير نفسه، تدمير ذاته. وكان هوبلس لير، وكان مان اوف جريت باور، عرفنا ان هو كان ذكي وكان عنده جود هارت ولكنه نيفر بيستخدم باورز دي لنفسه. طيب بعد كده لو دخلنا على السؤال التاني بنقول ايه؟ as for myself my great desire، ان رغبتي الاولى ان انا انسى ان انا بيلونج العالم ده. مين اللي قال كده؟ او مين اللي قال ان Miss Manette is very beautiful young lady. What does it feel اللي هيخليها تحس beaten and cried over by such a fair young woman؟ اللي يخليها ان هي تحس ان هي هتعيط على شخص ما كده. طبعا قال الكلام ده سيدني كارتون، قال الكلام ده لديرني بعد الديرني ستريل المحكمة بتاعته. طبعا يعني النقط دي مش هكتبها كده نقط واحد في الامتحان، لا يعني هروح على السؤال اللي قبليه واكمله واكتبه. يعني بعد ما اقول التريل هبدأ اقول ان كارتون ده كان اهو، هقول كده ان كارتون دوت كان الكحوليك وكان سويسايدل وابدا وهوبليس لوير، وهبدا اكمل كل الكلام ده، تمام. طيب مين بيقول you acted as if you like me؟ انت شكلك I don't think you do، انا مش حاسس كده. اللي قال كده هو ديرني، قال كده لكارتون بعد المحاكمة، على الرغم ان كارتون هو اصلا اللي انقذ حياته، بس هو بيقول برضو ان هو مش شبهه. فكارتون كان غيور شوية من ديرني لان هو ايه طبعا شبهه في الشكل كده بس، ولكن هو بيعلوه بمراحل. طيب مين اللي قال بقى the same person with the same bad luck؟ نفس الشخص بنفس الحاجة الوحشة. طبعا سيدني اللي قال كده لسترايفر. فكارتون او سيدني كارتون كان بيعمل كل ورك لسترايفر، فكارتون ده كان مان عنده جريد باور. ابدا اتكلم عنه تاني. مين اللي بيقول it was your own fault؟ دي غلطتك انت. معلش انت ازاي بيكون عندك انرجي اصلا او purpose لكل الافورت؟ انت ما عندكش اصلا ولا طاقه ولا اي حاجه ان انت تعمل مجهود لنفسك. فاللي قال كده هو سترايفر، قال كده طبعا لسيدني كارتون لما كارتون كان بيعمل كل حاجه لسترايفر. فكارتون وابدا اتكلم على شخصيته. 6 بيقول you surprised me، انت فاجئتني. I thought at the time that you were very much attracted to her، بحسبك منجذب ليها. سترايفر قال كده لسيدني كارتون لما سترايفر افتكر ميس مانت and her beauty وجمالها، ولكن كارتون طبعا قال ان هو ان هي مش beautiful قوي، يعني هي عاديه. فطبعا كارتون كان loved لوسي ولكنه denied his love، طبعا انكر الحب دوت، لكن because لان لوسي طبعا كانت lover ديرني، كانت بتحب ديرني. طب مين اللي قال بقى او discuss كده تعالى نناقش مع بعض. كارتون كان madly jealous of ديرني، كان مجنون او كان بيكره hated ديرني، كان بيكرهه. طب كان بيكرهه ازاي بقى؟ لان طبعا هو ديرني كان شبهه في الابيرنس، ولكن ديرني كان above him في كذا طريقه وبكذا حاجه. كارتون كان clever lawyer with good heart، قلبه كان كويس، ولكن هو كان الكحوليك وكان suicidal وكان hopeless one. وطبعا ده كل ده لذلك فبالتالي لوسي مانت could never love someone like كارتون، مش تحب واحد شبه كارتون ابدا، ولكنها حبت ديرني وقعدت تعيط عليه. فعشان كده هي ابوه كان كان بيغير منه، عشان هي لوسي كانت بتحب مين؟ تشارلز ديرني.
بس. وده كله كان شابتر 4، مفهوش اي حاجة خالص. بس كده، وبالنجاح والتوفيق يا رب. متنسوش اهم حاجة بقى اللايك والشير والسبسكرايب، وكل ما نعمل لايكس كل ما بيظهر الفيديو ناس كتير اكتر بتشوفه، يعني تستفاد بيه. بس ولو في اي ملاحظات او اي حاجة يعني عايزين تقولوها اكتبوها في الكومنت. ولو اي حد يتواصل معايا على الفيسبوك يسألني على اي سؤال في المنهج عامة، سواء كان في الهالو او كان في الانجليش وورد، يسألني عادي. هسيب لكم لينك الفيسبوك في الديسكريبشن او في صندوق الوصف. وبس كده، وان شاء الله بالتوفيق، وربنا ينصركم ويجبركم وتطلعوا فرحانين من الامتحان. بس كده، وانتظروا الشابتر 5 الجاي، وباي باي.